افضل تطبيقات الاندرويد 2022 انت ما تعرفهمش، انا اعرفهم. كمل معايا في الداخل عشان تعرف ايه هي التطبيقات دي. ازيكم، ايه الاخبار، عاملين ايه؟ في الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله هنتكلم عن شويه تطبيقات مهمه جدا جدا بصراحه، وصدقوني انا متحمس جدا جدا للابلكيشنز ديت، ومش هتطلع من الفيديو بتاع النهارده الا وانت مستفيد من التطبيقات دي. ولكن لو انت هنا جديد واول مره تشوفني فانزل اعمل لايك للفيديو ده، لان صدقني اللايك بيدعمني جدا جدا وبيحفزني ان انا اعمل لكم فيديوهات اكتر من النوعيه ديت. وطبعا ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه وتفعل الجرس، اهم حاجه علشان يجي لك نوتيفيكيشن بكل فيديو جديد ان شاء الله هنزله. لما نبدا باول تطبيق موجود معانا النهارده وهو تطبيق اسمه دايناميك سبوت. زي ما احنا عارفين مؤخرا انتشار تطبيقات كتيره جدا جدا شبيهه للدايناميك ايلاند، وانت كيوزر بتبقى محتار مش عارف تحمل انهي تطبيق فيهم. ولكن خليني اقول لك ان التطبيق بتاع النهارده صدقني هو ممتاز جدا جدا، في بعض المميزات اللي بتميزه عن التطبيقات التانية وبتحسسك ان فعلا التطبيق ده بيعمل عمليه انيميشن وبيقدر ان هو يتفاعل مع الموبايل بشكل كبير جدا جدا. التطبيق هنا باختصار شديد فيه ميزه اسمها allow to puppies، يعني بكل بساطه لو انت دلوقتي فاتح سبوتيفاي على الموبايل والدايناميك ايلاند هنا جات لك رساله تانية من ماسنجر او من واتساب او من اي ابلكيشن تاني، فانت بتقول له اسمح لي ان الدايناميك ايلاند هنا تعرض لي الاشعارات دي، يعني التو اوبشنز ديت او التو بوبيز ديت تبدا ان الابلكيشن هنا يعرضها لك، ما فيهاش اي مشكله خالص. ميزه كمان موجوده في الابلكيشن قالوا هي اسمها الاوتو هايد، والاوتو هايد دي بكل بساطه لو جالك اشعار من اي ابلكيشن عندك موجود في الموبايل فاللي هنا بتقدر تتحكم في الوقت بتاع عرض النوتيفيكيشن، يعني بكل بساطه عايز مده عرضها تقعد 5 ثواني 6 ثواني او 10 ثواني. الميزه اللي كده بقى صدقني مش هتلاقيها غير في التطبيق ده، وهي اسمها شو بوردر. التطبيق هنا بكل بساطه اللي بقول لك انت مفعل وضع الدارك مود عندك في الموبايل، فطبيعي هتبقى كل التطبيقات عندك باللون الاسود، فمش هتشوف الدايناميك سبوت هنا بشكل صحيح او مش هتعرف تشوفها بشكل كويس. فبكل بساطه التطبيق هنا بيعمل لك بوردر او بيعمل لك حواف حوالين الدايناميك سبوت ديت علشان تقدر تشوف النوتيفيكيشن لما تيجي لك، ويعني ما يبقاش فيه عائق بالنسبه لك وانت بتشوف النوتيفيكيشن. فحقيقي الميزه ديت ممتازه جدا جدا، وصدقني التطبيق كله على بعضه فعلا ممتاز وبيقدم مميزات مش موجوده في تطبيقات تانية. فما تنساش اسيب لك رابط الابلكيشن في الديسكربشن بتاع الفيديو، انزل حمله على موبايلك. لما نتنقل بقى للتاني تطبيق موجود معنا النهارده وهو تطبيق اسمه مينوشي، او يعني اسمه ايه؟ مينوشي. يا رب ارحمني بقى. كلنا بالاستثناء بنحب الميموريز جدا والذكريات الجميله، وعلشان كده فكره الابلكيشن ديت ممتازه جدا جدا، وهو ان هو بيبعت لك نوتيفيكيشن علشان يعمل لك كابتشر مومنت. يعني بكل بساطه لو انت مثلا في سفريه او لو انت مثلا في اي مكان والابلكيشن ده موجود على موبايلك، فبيبعت لك نوتيفيكيشن ان هو ياخد لقطه او ياخد كابتشر مومنت او ياخد صوره من الموقف الحالي اللي انت فيه، سواء انت كنت فين بقى، مسافر في الشغل مثلا او اجازه ويك اند. فالفكره ديت ممتازه جدا جدا، وخلي بالك ان الابلكيشن هنا فيه حوالي 1440 ريمايننج مومنت صدقني، فده بيعملهم لك بقى في الاخر كده على شكل قوالب صغيره كده موجوده في التطبيق. صدقني بيبقى شكلها جميل جدا جدا، كانك بالظبط معاك كتاب للميموريز او عباره عن كتاب فيه صور ليك. فصدقني الموضوع ده حلو جدا جدا. وطبعا الريمايننج ده بيبقى تقريبا كل يوم مره علشان ياخد الصوره بتاعتك، وانت بتقدر بكل بساطه تظبط الوقت المناسب ان هو يبعت لك النوتيفيكيشن ديت علشان تاخد كابتشر مومنت عندك على الموبايل. فحقيقي برضو فكره التطبيق ده عجبتني جدا جدا، فما تنساش برضو هسيب لك رابط الابلكيشن في الديسكربشن بتاع الفيديو. انزل اعمل لايك بقى عشان ايه، يعني عشان اديك شويه لب، يعني ايه، انزل اعمل لايك الفيديو تمام، ولو انت مش عملت سبسكرايب اعمل سبسكرايب. عملت لايك وسبسكرايب مش احلى شويه لب، لا شويه لب، خد الكيسه كلها صح. طب خدهم انت كده، خدهم كده بالبركه انت ورزقك بقى، يلا. لما نتنقل بقى لتالت تطبيق موجود معانا النهارده وهو تطبيق اسمه موك اب. طبعا فكره الابلكيشن ده وهي لو انت شخص معاك سكرين شوت واخدها من فيسبوك واخدها من يوتيوب واخدها من تيك توك سناب شات، فالابلكيشن ده بيساعدك ان انت تعمل السكرين شوت بتاعتك ديت على شكل موك اب، شكلها ممتاز جدا جدا، وتقدر تعدل فيها زي ما انت عاوز، تضيف تكست، تغير لون الباك جراوند، تغير الحواف بتاعه الموبايل. وما تقلقش لو انت الموبايل بتاعك اي او اس او اندرويد فعندك الاشكال بتاعه كل الموبايلات الاي او اس، ولو انت الموبايل بتاعك اندرويد فكل الشركات موجوده في التطبيق ده. الحواف
الغرف بتاعه الموبايل بتاعك هتقدر انك تعدل فيها، وصدقني بتطلع بنتائج ممتازه جدا جدا. وطبعا الابلكيشن هنا مديك اكزامبل للابلكيشنز اللي انت واخد منها سكرين شوت، زي مثلا جيميل او جوجل مابس، او لو انت عندك سناب شات، او لو انت عندك ماسنجر او يوتيوب، او حتى تطبيق زوم او تيك توك. الابلكيشن ديت كلها تقدر انك لو انت واخد منها سكرين شوت تقدر تعدل عليها في الابلكيشن، وتضيف الموك اب ديت على اشكال زي ما انت عاوز بقى، تضيف الفونتات اللي انت عايزها والباك جراوند والالوان. فحقيقي الابلكيشن ده ممتاز جدا جدا. ما تنساش برضه هسيب لك رابط الابلكيشن في الديسكربشن بتاع الفيديو، انزل حمله على موبايلك. لما نختم بقى باخر تطبيق موجود معانا النهارده، وهو تطبيق اسمه فريش وولز. خليني اقول لك ان انا جربت كميه تطبيقات خلفيات ويعني وكلهم مش شبه بعض. حتى الابلكيشن بتاع النهارده ده مش شبههم. الابلكيشن ده بجد فيه خلفيات كتير قوي مميزه ومش موجوده في الابلكيشنز التانية. التطبيق هنا اول ما بتخش عليه كده بتلاقي الهوم بيج، بتلاقي فيها حاجه اسمها الريسنتلي ابديتس، اللي هي الويل بيبر اللي بتنزل يعني مؤخرا وبيتم تحديثها في التطبيق. فصدقني كلهم شكلهم ممتازين جدا جدا ومينيماليستيك، وتقدر تحملها على الموبايل بتاعك. بالاضافه كمان التطبيق منظم لك الدنيا، وفي قسم للكاتيجوري، وقسم الكاتيجوري ده فيه اشكال زي الابستراكت، وفي عندك الاموليد، في انمي، في جيمز، وكمان في راندوم هنا موجود في الابلكيشن. تقدر تحمل التطبيقات ديت وتعمل لها سيت وول بيبر على الموبايل بتاعك، سواء الهوم سكرين او اللوك سكرين. وطبعا في خيار موجود اسمه الترندنج، وتقدر تشوف الخلفيات اللي نازله ترندي اكتر وتقدر تحملها على الموبايل بتاعك وتظبطها بقى، تشوف تحطها خلفيه، تعمل فيها اللي انت عايزه. فليك مطلق الحريه في الموضوع ده. فما تنساش برضه هسيب لك رابط الابلكيشن في الديسكربشن بتاع الفيديو، انزل حمله على موبايلك. وبس كده يا سيدي، يعني وديت كانت كل حاجه عن الفيديو النهارده والتطبيقات بتاعت النهارده. اتمنى فيديو النهارده البسيط الخفيف ده يكون عجبكم. فاكيد طبعا يا صاحبي لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب في القناه وتفعل الجرس، اهم حاجه علشان يجي لك نوتيفيكيشن بكل فيديو جديد ان شاء الله هنزله. شكرا جدا جدا وانت مكمل معايا الفيديو لحد اللحظه ديت. انزل قول رايك في الكومنتس، رايك في التطبيقات، ولو في واحد منهم عارفه انزل قول لي رايك برضه في الكومنت، واقترح عليا تطبيقات اجربها علشان ابدا ان انا اشاركها معاكم. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. سلام.